رمضان في رمضان اقسم بالله يا جماعه وصلت للدرجه دي. يا عم في رمضان وفي اي وقت كمان. طب ايه رأيك الصفقة الرابحة اهي؟ في ليلة جميلة من ليالي رمضان كنت بترسم لتاني مرة في حياتي. اول مرة كلكم عارفينها كويس، بتاعة البطيخة. الصراحة حظي في الرسومات مش احسن حاجة، ولكن المرة دي ان شاء الله تظبط. عبالة ما الصورة ما تخلص تعالى اوريكم شوية صور لناس بحبها شاركتني في الصفقة، وحصة كل واحد فيهم وارباحها لا تقل عن التاني. في الوقت اللي كنا مبسوطين فيه مع بعض وبنتصور وانا بترسم كان رأس مال الصفقة بيتجمع، وده كان تخطيط ما قبل الحفلة الرمضانية السنوية والعزومات، واللمة بتبقى ليها فوائد اهمها احساس السعادة والابتسامة اللي طالعة من القلب. الحكاية مش حكاية اكل وشرب، الحكاية حكاية عيلة اتجمعت كلها بتتمنى الخير لبعضها، بنخاف على بعض وبنحب بعض، وكلنا فريق عمل واحد، كل واحد فينا لا يقل اهمية عن التاني، بنكمل بعض. احساس الفرحة والسعادة اللي كل واحد فينا كان حاسه اليوم ده لا يقدر بثمن، وده الهدف المطلوب الوصول اليه، اذا كانت عزومه جوه البيت في عيله ولا اذا كانت عزومه في مكان عام. اول ما حضرت الفطار الجماعي ده كانت وجهتي الناس المسؤوله عن البوفيه، كان لازم اتعرف عليهم، كان لازم اسلم عليهم، عشان لما اغيب ما غيبش اونطه. اتصورت وفرحت واتبسطت وكلنا وشربنا وهزرنا وضحكنا، وكان يوم من اجمل ايام حياتي، والصوره بتاعتي خلصت. ماذا سوف يحصل لو سقط هذا القلم؟ مين ده يا جماعه؟ انا ماليش حظ في الصور. ايه ده؟ مين ده؟ انا بقى اعمل كده؟ الصراحه الفنان هاني ابراهيم تعب في الصوره، ولكني مش عارف مين ده. ما زلت بحاول احدد هل هو انا ولا واحد شبهه. نرجع لموضوع الصفقه. اتفقت مع الناس بتوع البوفيه انهم يجمعوا لي بواقي الاكل بتاعت كل الناس، واخترت مكان فاضي ما فيهوش اي وفي من الاوفياء عشان اقدر اوزع الصفقه براحتي، عشان خاطر محدش يشغلني وانا بوزع الصفقه بالتساوي. الصفقه اللي قدامكم دي من اكبر الصفقات اللي انا عملتها في حياتي. كميه بواقي اكل يا معلم مالت براويطه، ده غير اللي انا اكلته للاوفياء اللي قدام المكان. الكميه دي واضعاف مضاعفه بتترمي من فنادق كتير جدا ومن مطاعم كتير جدا كبيره ومشهوره، وحلمي ان المطاعم دي والفنادق دي تعبي الاكل السليم معلب وتديه للناس، مش شرط في نفس المكان، في اماكن تانية بعيده عن المكان اللي هم شغالين فيه. وبواقي الاكل اللي لا تصلح للانسان نديها للحيوانات. الفكرة جميلة وبسيطة ومش مكلفة، بل أقسم بالله أنت بتعمل أجمل صفقة في حياتك. أنت بتتاجر مع الله، بتتاجر مع ربنا. بعد ما أمنت وخدت احتياطاتي معرفش دي طلعت لي منين، وهوب هجمت على الكيس هاتتك مطتك. وطبعا ما قدرتش أقول لها تلت التلاتة كام، بس قلت لها وسعي شوية عشان خاطر أعرف أعبي الكيس، ده رزقها ومكتوب لها. وهوب جالنا ضيف جديد. الحيوانات دي وغيرها كتير هتشوفوه في آخر الفيديو بياكل، ربنا بعت لهم رزقهم عن طريقي أنا بس مجرد سبب يرزق البعض من البعض. انا لا اشتريت اكل ولا رحت جبت اكل ولا امنت على اكل، دي بواقي اكل كانت هتترمي في الزباله، مصيرها الزباله، ولكني استغلتها صح، اكلت بيها مخلوقات ضعيفه لا يسمع انينها الا الله. الاكل اللي انت شايفه قدامك ده بالنسبه لهم اجمل وجبه ممكن ياكلوها في حياتهم، رزقهم ومكتوب ليهم. وهوب ابو فورتيكا اختار ان هو يمسك الكيس ياكل منه بنفسه. ابو فورتيكا ليه طبع خاص برضه. خدت بقيه الاكياس وبدات اكل كل الكلاب اللي في طريقي للبيت، الكلاب اللي في منطقتي، الكلاب اللي في شارعي، الكلاب اللي في حتتي، الكلاب اللي في طريق شغلي، كلهم بنكسب فيهم ثواب. ونيجي لست البيت اللي هي عمود البيت. كل اللي بطلبه من حضرتك يا ست الكل، بواقي الاكل خليها في كيس لوحده، بواقي الاكل خليها ما تترميش مع الزباله، اكسبي بيها ثواب انت وبيتك واسرتك. لو بصيتوا حواليكم هتلاقوا مخلوقات ضعيفه ميته من الجوع، نكسب فيها ثواب وناكلها. لك ان تتخيل انك ممكن تاخد اجر كبير وعظيم من حاجه كانت هتترمي في الزباله. كل مره هفكركم وهفضل افكركم ان اللي شرب ميه دخل الجنة. ولو حضراتكم عندكم مشكلة معاهم ومش عايزين تأكلوهم ومش عايزين تطعموهم، ما تشيلوش ذنب قتلهم، ما تقتلوهمش، سيبوهم في حالهم، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. والله العظيم ربنا هيبعت لهم رزقهم عن طريقي أو عن طريقك، أو حتى هيلاقوه في الشارع، أو حتى هياكلوا من خشاش الأرض. هعيد عليكم وأكرر، ما تشيلوش ذنب قتلهم، اكسبوا ثواب فيهم، خدوا أجرهم. وخليك دايما فاكر إن اللي في قلبه رحمة يستحق رحمة الله عز وجل.